السؤال الأول: من هو الصحابي الذي لقب بحب رسول الله أو بحب رسول الله؟ أمامكم 10 ثواني للإجابة. الصحابي الذي لقب بحب رسول الله هو الصحابي أسامة بن زيد بن حارثة، فلقد كان يحبه رسول الله كثيرا، هو والحسن بن علي بن أبي طالب حفيد النبي. السؤال الثاني: من هو الصحابي الذي لقب بذي النور؟ أمامكم 10 ثواني للإجابة. الصحابي الذي لقب بذي النور هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص. السؤال الثالث: من هو الصحابي الذي تسلم الحجر الأسود؟ أول صحابي استلم الحجر الأسود هو عبد الله بن الزبير بن العوام، والحجر الأسود هو حجر نزل به جبريل عليه السلام من الجنة على سيدنا إبراهيم الخليل في الكعبة المشرفة. شكرا لحسن استماعكم، وداعا.